الاتحاد الأوروبي يخضع لفرنسا والإمارات في خطوة استفزازية ضد الجزائر. في قرار اعتبر استفزازيا وغير بريء، أصدرت المفوضية الأوروبية الثلاثاء 10 جوان 2025 لائحة محدثة للدول التي تصنف على أنها عالية المخاطر فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. شملت الجزائر إلى جانب كل من ساحل العاج ولبنان وبنما، بينما أسقطت من ذات اللائحة اسم دولة الإمارات التي كانت مدرجة سابقا، وذلك بعد شهر واحد فقط من إيداع أبو ظبي 5 مليار يورو في خزائن فرنسا. ويرى الدكتور أحمد مونيس، أستاذ العلاقات الدولية، أن هذه الخطوة تمثل ضغطا سياسيا واقتصاديا على الجزائر ومحاولة لي ذراع لن تنجح. فالمفوضية الأوروبية بحسبه لا تتحرك بمنأى عن المصالح الفرنسية التي باتت تخسر مواقعها في الجزائر على مختلف الأصعدة، وتسعى جاهدة لتعويض ذلك عبر المؤسسات الأوروبية. ويعد القرار، وفق تحليل الدكتور مونيس، محاصرة اقتصادية صريحة تستهدف إحدى أهم الدول الموردة للغاز والوقود لأوروبا، وبخاصة في وقت تعاني فيه القارة من أزمة طاقة خانقة. كما ستكون له تداعيات مباشرة على التحويلات المالية من الجزائر إلى البنوك الأوروبية، حيث سترتفع التكاليف تحت ذريعة أعباء المراجعة، وتتشوه صورة الجزائر لدى المصارف والشركات الأوروبية، ما سيؤثر على وتيرة التجارة الخارجية ومرونة التوطين البنكي. الأدهى من ذلك هو ما يكشفه القرار من ازدواجية صارخة في المعايير الأوروبية، خاصة الفرنسية، إذ تجاهلت باريس ما يقارب 50 إنابة قضائية أصدرتها الجزائر لاسترجاع مطلوبين للعدالة يقيمون على أراضيها. كما تواصل التماطل والتواطؤ في ملف استرجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى البنوك الأوروبية، وعلى رأسها الفرنسية. وبينما تتحدث أوروبا عن مخاطر لا وجود لها، تغض الطرف عن ممارسات خطيرة تقع قرب حدود الجزائر. فبحسب ما كشفه الدكتور مونيس، تقوم الإمارات ببناء مصانع لإنتاج المهلوسات في التراب الليبي قرب الحدود الجزائرية، بغرض الدفع بها نحو الداخل الجزائري، في تنفيذ ما وصفه ببرنامج صهيوني خبيث يستهدف شباب الوطن. الجزائر، التي تتمتع بصفر مديونية واحتياطات نقدية مريحة، لن ترضخ لهذه المناورات، وهي مطالبة اليوم بتوحيد الجبهة الداخلية وتثبيت المواقف في مواجهة محاولات الابتزاز التي لن تفلح في كسر إرادة دولة ذات سيادة تدافع عن استقلال قرارها السياسي والاقتصادي بكل ثقة وعزيمة.